واش عمرك حسيتي بلي كل مرة كتحاول تبرر راسك بزاف وكل مرة كتقول لا ماشي قصدي واسمح ليا وغير فهمني مزيان، وفي الأخير ما كيتبدل والو، بالعكس كيزيدوا يركبوا عليك كتر. خليني نقولها لك بصراحة، إلا كنتي كتبرر للناس بزاف راه انت كتعلمهم كيفاش يركبوا عليك. بلا ما تحس كتكون مع صحابك، شي حد كتقول له شي كلمة كيفهم هذا البوط كتبدا تبرر، لا لا ماشي هكا، انا كنت كنقصد هكا وكذا. ولا في الخدمه المعلم يقولك علاش تعطلت، انت كتدخل في 10 دقائق ديال التبرير، حيت الطريق، حيت الطوبيس، حيت الزحام. ولا حتى في العائله اي تصرف صغير كدير كتلقى راسك كتفسر وكتبرر وكانك كتدافع على راسك في محكمه. ولكن شنو كيشوفوا الناس؟ ما كيشوفوش السبب الحقيقي ديالك، كيشوفوا غير واحد الحاجه: هاد الشخص خاصو ديما يبقى يبرر راسو. وهنا كطيح القيمة ديالك شوية بشوية. علاش التبرير خطير؟ حيت ملي كتكتر من التبرير كتبان ضعيف، كتبان متردد، وكتبان خايف يرفضوك. والناس قبيعتهم كيحتارموا اللي ما كيبررش بزاف، ماشي اللي كيهضر بزاف. نعطيك واحد جوج أمثلة. الأول كيقول كلمة وحدة وبلاصتها كيسالي، الثاني كيبقى يشرح، يبرر، يفسر ويعتذر حتى بلا سبب. شكون فيهم غادي الناس يحسبوا ليه حساب؟ أكيد الأول، حيت تايق في الهضرة ديالو وخا ما يكونش عنده الحق أصلاً. ولكن الثاني بكثرة التبرير كيولي يبان للناس راه خايف، ما تايقش في راسو، وزيد وزيد. دابا بغيتك توقف مع راسك وتقول: واش أنا كنبرر راسي حيت خصني، ولا حيت خايف ما يفهمونيش؟ حيت فرق كبير بين هاد جوج. إلا بغيتوني ندير عليهم فيديو كتبوها ليا في لو كومونتير ومرحبا. دب ندوزو الحل ديال التبرير. حاول ما تعطيش تبريرات طويلة، غير قول الجملة وقف، ما كانش قصدي، غير سوء فهم. ما تحاولش ترضي الجميع، ما كاين حتى واحد غادي يفهمك 100%. خليك بسيط في الكلام، القوة في القليل ديال الكلام ماشي في الشرح بزاف. نعطيك مثال إلا طبقتي هادشي قبل. اسمح ليا، أنا كنت كنقصد هكا حيت وقع ليا كذا وكذا. بعد ماشي قصدي هكا، وسكت. وملي غادي تبدل هادشي غادي تبدا تحس براسك أكثر احترام، أكثر ثقة، وكلامك ولا عنده وزن. القوة ماشي في أنك تبرر راسك بزاف، القوة في أنك تخلي الناس تفهمك من غير ما تبرر بزاف. حيت إلا بقيتي كتبرر بزاف غادي يبقاو الناس يشوفوك أقل مما تستحق. في الأخير ماشي الناس اللي خاصك ترضيهم، خاصك غير توقف تبرر بزاف وتخلي أفعالك هي اللي تهضر عليك. حيت كل ما كتر التبرير كينقص الاحترام بلا ما تحس. هنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبك فيديو خلي معك واحد لايك وسبسكرايب، ومرحبا بك في العائلة الصغيرة ديالنا. نتلاقاو فيديو جديد بإذن الله، مع السلامة.